تعالوا تعالوا لما اوريكم ام جي عملت ايه. عملت اير فراير بتاخد الفرخه كامله كده سليمه، وبطاطس محمره، سمبوسك، بانيه، كيك، بتعمل اللي اكتر من كده كمان. هقول لكم عليه دلوقتي، بس حبيت اوريكم تسويه الكيك فيها كمان عامله ازاي، لان في ناس مشكلتها في تسويه الكيك ان الكيك بيطلع من النص معجن او بيهبط او بيبوظ او ما بنعرفش نظبط عنه الفرن كويس، او الفرن عندنا فيها مشكله والنار هاديه فالكيك بيبوظ. فبصوا بقى في القلايه الهوائيه بتاعت ام جي الكيك من جوه هيطلع عامل ازاي. بصوا، تحفه زي السفنج ومستوي كويس قوي وهش وطري وجميل. اكلمكم عن القلايه نفسها بقى. ام جي سعتها 8 لتر، اكبر حله اير فراير من جوه. يعني بصوا الدرج كبير قد ايه، بيشيل فرخه كبيره سليمه. دي كلها المواصفات بتاعتها هي حطها لكم على جنب عشان تشوفوها. قوة 2100 واط، يعني متخيلين ما شاء الله. ليها شبكة بقى فيها قواعد من تحت سيليكون عشان ما تجرحش الحلة نفسها او الدرج نفسه بتاع القلاية. بيجي معاها شهادة ضمان، وبيجي كتيب زي اللي انتوا شايفينه ده اللي فيه ارشادات الاستخدام. مش كده وبس، لا ده انتوا هتطلبوا كمان معاها يا اما بخاخة الزيت يا اما الاطباق بتاعة الاير فراير دي، هتجيلكم معاها دي هدية. اختاروا واحدة منهم، ما تنسوش اللي شفتوهم دلوقتي على الشاشة. قلت ابدا معاكم اول حاجه بايه؟ البطاطس. كلنا بنحب البطاطس المحمره جنب كل الاكل، بس بناكلها واحنا ضميرنا بيوجعنا شويه من كتر الزيت اللي هي بتبقى شارباه. فانا هنا قطعت بطاطس، نقعتها شويه بس في شويه ميه ومعلقه خل، وسبتها كده شويه، وبعد كده حطيت لها معلقه واحده زيت وقلبتها زي ما انتوا شفتوا كده. جبت بقى الدرج وهو فيه الشبكه زي ما هي اهي من تحت. بصوا ميزه الحله بتاعت الام جي عامله ازاي، ان ما فيهاش الشبكه اللي من جوه اللي بتبقى كانها حله تانية او درج تاني جواها فبيصغر المساحه. لكن الشبكه وهي محطوطه لتحت كده بس، دي بتسيب المساحه كبيره قد ايه. دي ميزه على فكره من مميزات اير فراير ام جي، ان المساحه بتاعت الدرج او الحله كبيره زي ما هي. احنا هنا ظبطنا على برنامج البطاطس، بنختار البرامج اللي احنا عايزينها. كل رسمه بيبقى موضحة دي ايه. في اخترنا بطاطس على درجة حرارة 200 وبتاخد ربع ساعة. اهو بصوا، اللي اديتها تقليبة، انا فتحت بس كان فاضل 5 دقايق، اديتها تقليبة قبل ما تخلص بقية الوقت بايدي بس كده، وهي رجعت تكمل فاضل 5 دقايق على درجة حرارة برضو 200. بعد ما بتخلص بقى الحلو فيها انها بتديني الصفارة اللي انتوا سامعينها دلوقتي دي عشان تنبهني ان البرنامج خلص. بصوا بقى، اسمعوا صوت البطاطس وقرمشتها فظيعة. اظن مفيش بطاطس مقرمشة بعد كده. بصوا كمان هتبان كويس قوي دلوقتي وانا بكسرها معاكم. بصوا باينه انها من جوه طريه ومن بره مقرمشه اهو، شايفين؟ هسمعكم كمان مع اني ما باكلش البطاطس المحمره، بس هسمعكم دلوقتي صوت القرمشه. بصوا فظيعه رهيبه بصراحه، مفيش بعد كده. اظن احنا مش عايزين اي حاجه من البطاطس المقرمشه تاني اكتر من كده. ايه رايكم؟ اهو هناكل بطاطس محمره واحنا ضميرنا مرتاح ومش مأنبنا خالص. احلى طبق بطاطس محمره وبمعلقه زيت واحده بس. ممكن نعمل فيها كمان السمبوسك. هي دي سمبوسك بالعجين اللي هي بتتباع جاهزه بصراحه، بس انتوا تقدروا تعملوها بقى باي نوع من انواع السمبوسك، سواء العجين او اللي احنا بنلفها دي. حطيت عليها برضو معلقه واحده بس، انا حطيتها هنا في الفرشه. انتوا هيجيلكوا بقى بخاخه زيت هديه لو طلبتوها. حطيتها هنا في الفرشه، ودهنت بقى الوش والظهر بتاع السمبوسك، وهدخلها كمان برضو في الاير فراير. نسيت اقول لكم ان من مميزات ام جي بقى ان الفيشه بتاعتها بتيجي عاديه خالص. لو بصيتوا على جنب كده هتلاقوني حاطه الفيشه على طول اهو مباشره من غير مشترك، ما وصلتش. بصوا من مميزاتها الحله كبيره قد ايه، بتاخد كميه كبيره، يعني الحاجه مش باينه جواها، يعني الطبق مش باين جواها، بتاخد اكتر من كده بكتير. المهم انا ظبطتها هنا برضو زي برنامج البطاطس على درجه حراره 200 ربع ساعه، طلعت باللون الذهبي الجميل ده. انتوا بقى بتحبوا الحاجه متحمره اكتر، حطوا يعني زودوا شويه. انا حطيت هنا بصراحه 3 دقائق زياده، يعني هنا ظبطتها 5 دقايق. بصوا على درجة حرارة 200 5 دقايق، بس لما جت وصلت لدقيقتين كان باقي دقيقتين طلعتها، يعني اخدت كده 3 دقايق زيادة، مع اني في الاول كان لونها برضو حلو. بس اهي، واخدت اللون الذهبي المتحمر الجميل ومقرمشة وتحفة. ممكن نعمل فيها السمبوسك اللي احنا بنلفها اللي انتوا عارفينها دي، او من طبقات الجلاش، اي حاجة. السبرينج رول ممكن نحطها برضو فيه. بصوا هي عشان لسه سخنة، عجبتني قوي بقى ايه في سهولة التنظيف. بصوا هي لسه سخنة كده، دي نقط جبنة عشان السمبوسك دي كانت محشية جبنة، فنقط كده نقطت من الجبنة واتحمصت كده في القاع. بصوا بمجرد منديل، بصوا كأنها مغسولة، نظيفة وزي الفل.
نيجي بقى للراعي الرسمي بتاع الصيف كله، بانيه وبطاطس محمرة أو بانيه ومكرونة أو بانيه وكول سلو. المهم إن البانيه ده عامل مشترك، حتى البانيه مع المكرونة بشاميل. أنا هنا متبلاه عادي خالص وعاملاه بالبقسماط، دهنته بس بالفرشة كده شوية زيت صغيرين خالص، ممكن انتوا برضو بالبخاخة وترشوا عليه، وحطيته على الناحية اللي أنا دهناها كده من تحت. وهاخد الفرشة برضو هدهن دهنة خفيفة خالص أو رشة بقى بالبخاخة، وهحطهم بقى في الاير فراير. حقيقي انا هسمعكم بنفسكم دلوقتي صوت القرمشه اللي طالعه منها، عشان يعني تصدقوا ان هي فعلا كانها مقليه ومقرمشه من بره وطريه من جوه وتحفه. يعني الولاد قالوا لي فعلا هي مش فارقه حاجه عن اللي مقليه، بس دي احلى كمان في انها ايه بقى، مش حاسين بالدهون اللي في بقنا من كميه الزيت. وهوريكم كمان ميزه اكتر من كده كمان. المهم اني بصوا انا شغلت على برنامج الفراخ، وبعد ما خلص بقلبها على الوش التاني عشان تاخد لون بس من الناحية التانية وتقرمش اكتر بصراحة، يعني عشان تاخد وقت اطول وتقرمش اكتر. بس هظبطها برضو على برنامج الفراخ. بصوا برنامج الفراخ ليه ضغطتين، ضغطة بتديني 180 درجة حرارة يعني لمدة 25 دقيقة، والضغطة اللي وراها بتديني 185 لمدة 15 دقيقة. فأنا كنت بختار ال 15 دقيقة اللي هو وقت أقل، يعني عشان ده بانيه مش فرخة كاملة سليمة. لكن هقول لكم بقى دلوقتي لما أجي أسوي فرخة كاملة سليمة هعمل إيه. المهم إنه نفس الزرار ضغطتين ورا بعض بدرجتين مختلفين وتوقيت مختلف. بصوا بقى الفراخ، بصوا الجمال، هوريكم من جوه مستويه قد ايه، ودلوقتي شويه هسمعكم صوت القرمشه كمان وانا باكلها. بصوا تحفه، من بره مقرمشه جدا بجد، ومن جوه طريه ما نشفتش. بصوا بقى هسمعكم دلوقتي صوت القرمشه. بصوا من جوه باينه انها مستويه حلوه ازاي وزي الفل، وباينه انها ناعمه مش ناشفه. سمعتوا بقى صوت القرمشه ولسه هتسمعوا كمان اهو تاني برضو مقرمشه مره من بره، قرمشه تحفه بجد، تحفة جميلة عجباني جدا. بصوا كمان اي زيت زيادة من اللي انا كنت حطاه بالفرشة نزل في قلب الدرج بتاع الاير فراير. يعني حقيقي بجد فراخ صحية ومقلية في نفس الوقت، مفيش بعد كده. بصوا بقى الفرخة دي انا متبلاها بقى بصل وطماطم وفلفل اخضر. بصوا الحجم، بصوا الحجم قد ايه، فتحها فراشه وسليمه وزي ما هي، والحله بلعتها كلها شالتها. احلى حاجه والله في الايرفراير الام جي دي حجم الدرج بتاعها، حجم الحله. يعني كان في ناس كتير قوي بتبقى نفسها تجيب الدرج دي لسهوله النظافه بتاعتها، يعني هي اسهل في التنظيف من الرفوف، بس كانت مشكلتها انها مش كبيرة ومش عملية وما بتشيلش كمية كبيرة وما تاخدش فرخة كاملة عشان تعمل عيلة كبيرة. بصوا هنا انا عملت بقى ايه، درجة الحرارة 180 على 25 دقيقة، عشان دي فرخة كبيرة كاملة سليمة مش متقطعة قطع، عشان تاخد وقت اطول ودرجة الحرارة اهدى. شو هالجمال، شو هالحكي، ايه ده، ايه ده الجمال. بصوا اللون عامل ازاي، بصوا جمال لونها عامل ازاي، تفتح النفس. الجلد من بره كمان مقرمش، ده اللي بيحب يعني ياكل الجلد. بصوا من جوه مستويه كويس بس من عند الورك للامانه يعني، لكن اكيد في الصدر لسه شويه، اخدت 25 دقيقه بس، فيعني اكيد مش كفايه على فرخه بالحجم ده وبالوزن ده 25 دقيقه. فانا هقلبها برضو على الوش التاني، لان بصوا الوش التاني لسه ابيض بصراحه اهو. هوريهولكوا عشان برضو يتحمر، يعني الناس اللي بتحب الفراخ المتحمرة اهو. بصوا لسه حقيقي. وهدخلها تاني على برنامج الفراخ برضو اللي هو على درجة حرارة 180 25 دقيقة. ليه بقى؟ عشان تطلع زي الزبدة. بصراحة الولاد عندي اصلي بيحبوا الفراخ مستوية حلوة قوي، يعني مش بيحبوها مستوية وبس، لا بيحبوها دايبة كده. بصوا يعني الفص بيطلع كده ايه بالشوكة، طعمها تحفة. التتبيلة عايزة اقول لكم عليها، بصل وطماطم وفلفل اخضر، ملح وفلفل بابريكا مدخنة وجنزبيل وسماق وزعتر ورشة قرفة بسيطة وبهارات فراخ. التتبيلة دي مخلية الفراخ تحفة من غير اي اضافات تانية ولا حتى معلقة زيت. انا ما حطيتش زيت خالص، ما احنا بنعمل بقى اكل صحي. هي اصلا هتنزل الدهون، هوريكم كمان. بصوا انا قلبتها بس على الوش عشان ايه تبقى باينة معدولة. هي كده خلاص استوت. هوريكم كمان من جوه، تعالوا بقى بصوا. هي كمان نزلت الدهون اللي فيها، لان هي اصلا بيبقى مليانه دهون. بصوا اهو، وانا ما كنتش حاطه في التتبيله ولا معلقه دهون واحده، ما كنتش حاطه زيت خالص. فراخ صحيه مستويه متحمره مشويه، يعني ما فيش بعد كده. والفرخه كامله اهي وسليمه في الاير فراير اللي هي الدرج او الحله، يعني اللي تنظيفها سهل، تنظيفها سهل جدا الحله دي، يعني ما فيش بعد كده. تعالوا بقى ايه نعمل الكيك.
على فكرة الكبة دي MG برضو. هنحط هنا بيضتين، اكيد انتوا شفتوها معايا كتير قبل كده. حط معلقة فانيليا، نص كوباية سكر عادي حبيبات، رشة ملح. حط ربع كوباية زيت بالويم كده، انا حطيتها بالنظر، ربع كوباية زيت، نص كوباية لبن اللي هي الحليب يعني، دي ربع كوباية كاكاو. وهضرب بقى، هضرب بالكبة، بتطلع احلى كيك بصراحة الكبة دي برضو. دي الجزء بتاع الخفق، الأداة اللي جوه دي اللي هي البيضة البلاستيك بتاعة الخفق، أكيد كلكم عارفين لما ضربت بيها كريم شانتيه قبل كده. حطيت دلوقتي كوباية دقيق كاملة كبيرة مليانة، وعليها معلقة بيكنج باودر متوسطة، مش اللي هي الكبيرة بتاعة الرز ولا بتاعة السكر، لا يعني بتاعة السكر بس معرمة لفوق قوي يعني. اهو بصوا دي القطعة اللي انا اقصدها، اللي احنا كنا بنضرب بيها الكريم شانتيه قبل كده. عملت بيها الكيك، بتطلع بصراحة الكيك احلى كيك. يبقى بيضتين، نص كوباية سكر، ربع كوباية زيت، نص كوباية حليب، كوباية دقيق كبيرة مليانة، معلقة متوسطة بيكنج باودر، فانيليا عشان البيض، ورشة ملح بس. وتطلع احلى ربع كوبايه كاكاو، ربع كوبايه كاكاو خام غير محلى، تعمل احلى كيك شوكولاته. نحط كمان شويه شوكليت شيبس على الوش، بيديها قرمشه بقى تحفه من بره يعني. واحنا بناكل كده الطبقه اللي من بره دي بتخليها بقى مقرمشه كده وبتبقى تحفه. بس كده، شفتوا؟ هنحطها برضو في الحله بتاعت الاير فراير، كنت غسلتها هنا مكان الفراخ اهو. بس وليها برنامج خاص بيها، بصوا بتشيل اكتر يعني، ممكن تاخد حاجة اكبر من كده بشوية. ليها برنامج اهو، الرسمة بتاعتها مرسوم كيك يعني، كل رسمة من دول مرسوم للكيك، للجمبري، للحمة، للفراخ، للبطاطس. يعني كل حاجة ليها رسمة مخصوص ليها وبرنامج مخصوص ليها. احنا بنضغط عليها وهي بتظبط نفسها خلاص، بنضغط وندوس على زرار التشغيل بتشغل. بنقدر نعلي ونوطي في درجات الحرارة زي ما احنا عايزين من جنب كده، او نعلي ونوطي في التوقيت زي ما احنا عايزين. بص انا اختبرت الكيك هنا مستوي وتحفة ومش معجن من جوه ومش لسه ني ولا حاجة، ومحتاجش وقت زيادة، وما زبطتش عليه تظبيطة تانية يعني. هي الاير فراير ظابطة نفسها بصراحة، الوقت ظابط نفسه فعلا. اهو بصوا شكله يجنن حقيقي بجد بجد. الاير فراير دي اختراع. بس MG تحفة بجد، أثبتت كفاءة أولا يعني في الكبة، ثانيا دلوقتي في الإير فراير. تحية كبيرة ليها حقيقي يعني. أنا معجبة جدا بالإير فراير والإنتاج اللي هي بتعمله. نقدر نحمر فيها كمان برجر، ممكن نعمل فيها كمان الممبار كمان لو عملناه فيها بيطلع متحمر وتحفة من غير ما يكون شارب زيت ولا حاجة. ممكن كمان ما نحطلوش دهنة الزيت اللي احنا بنحطها على البانيه، لان هو كده كده مبيبقاش متبل من بره بالبقسماط. وعلى فكرة وممكن نسخن كمان في الاير فراير، اللي ما عندهوش مايكرويف يقدر يسخن فيها كله كوم، والكيك اللي بيطلع منها هش وتحفة كوم. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اسيبكم في حفظ الله واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة، بحبكم جدا في الله.